السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. طبعا بصوا، اكلة سريعة كده ووصفة سريعة ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود، وطريقة سهلة ومفيش اسهل منها بصراحة. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف ودي قناتي. لايك وشير لو الفيديو عجبك. ما تنسينيش بقى كده، ايه يا قمر انت وهي، في دعوة حلوة كده من قلبكم. بصوا زي ما انتم ما شايفين، طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، ومش قادره اوصف لكم كان طعمها عامل ازاي. وما حبيتش بقى ان انا ايه يعني من غير افتكاسات، ان انا بقى احط بقى توابل كتير، ولا بقى اعمل بقى طريقه بقى وازود فيها مثلا حاجات كتير والكلام ده. لا، اسهل من الطريقه دي مش هتلاقي. زي ما انتم ما شايفين كده، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا في حله فيها ميه. تمام. هنا ده حبهان، انا خدت اللي جواه، وورق لورا وبصلايه. تمام. هننزل طبعا زي ما انتم ما شايفين الحبهان ورق اللورا والبصله، وبعد ما هتغلي هنسقط فيها اللحمه. انا عملت لحمه وكبده. طبعا قطعت بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. حابه التقطيعه تكون كبيره براحتك، حابه التقطيعه زي ما انا ما مقطعه كده يعني معقوله بصراحه، قطعي. ودولت شويه صغننين، دولت كانوا قلب. طبعا اللحمه والقلب لازم يتسلقوا قوي عشان خاطر الكبده ما بتاخدش وقت. طبعا دوت بقى شويه ايه دهن كده من الحلويات كده. بصوا انا خدت شويه الدهون ديت. طبعا انا مش هحط ولا سمنه ولا اي حاجه. كل دوت هتنزل دهونها، وهي يعني الدهن ده هيسلق لوحده كده مع الميه واللحمه وهي بتتسلق، وهينزل دهون. طبعا انا مش هستهلك سمنه. زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا انتي بقى بتخلي ايه النار عالية عليها. مجرد ما بتغلي بتوطي النار لحد لما اللحمة بتاعتك تستوي. طبعا لو انتي حابة بقى تحطي بقى توابل تانية حطي. انا فلفل اسود والحبهان ورق راولة و... والبصل. ازيد من كده انا ما حطيتش. طبعا الملح مش هنحط الملح دلوقتي غير لما اللحمة تستوي معانا. لو حطيت الملح دلوقتي اللحمة هتاخد سوا، فبلاش نحط الملح دلوقتي. بصوا لو ملاحظين اني بدأت تنزل دهون. طبعا هنا الكبدة كانت مشطوفة ومغسولة وسبتها ايه تتصفى. تمام. هنا بقى طبعا شايفين انتوا الدهون بقى نزلت ازاي. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبك، وقولولي مين بيعمل طريقة الكبدة بالطريقة بتاعتي دي. لو بتعملوا بطريقة غير بتاعتي عرفوني، كلنا بنستفاد من بعض. طبعا بصوا هنا طبعا كانت خلاص، طبعا اللحمه استوت. كل ما تتشرب انا بديها ميه عشان خاطر ايه اللحمه تستوي قوي. لاني يعني مش هاجي مثلا تغلي غلوتين وخلاص كده وبعد كده خلاص بقى احط الكبده، لا لازم تسوي اللحمه قوي. مجرد لما اللحمه تستوي قوي بروح منزله الملح بتاعها. طبعا بصوا انتوا شايفين ايه، هي فيها شويه ميه صغيره، بس دي مش يعني مش ميه كتير، يعني هي ميه قليله جدا. بس الباقي كله دهون. يعني بصي كل اللي فيها ده. طبعا حته الدهن دي اتسلت. طبعا هنا بقى هنبدا ان احنا ننزل الكبده. تمام. وهنقلب بقى، هنفضل بقى ايه نقلب فيها كده وايه، وهنسيبها بقى ايه على النار لحد لما ايه الكبده تستوي معانا. طبعا هي ما بتاخدش وقت عشان تبقوا عارفين، الكبده بتستوي بسرعه جدا وما بتاخدش وقت معانا. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش في لايك ودعوه حلوه كده من قلبي. ولو اول مره تشوفيني، دي قناتي، ولايك وشير للفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه خشي اشتركي. بصوا انا هنا طبعا بدأت بقى ايه ان انا يعني اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت لحد لما بصراحة استوت معانا، والسوائل دي اتشربت شوية. بس انا لو كنت سبت السوائل دي اتشربت، يعني هي انا سبتها تتشرب، يعني اتشربت كتير جدا. لو سبتها تتشرب عن كده هتتحرق. ودي كانت وصفة اليوم، وشكرا لكم يا حبايبي.